ياو الخوت ومساء النور، مرحبا بكم في قضية جديدة وحلقة جديدة وبغيت نكون من الأوائل اللي غنبارك لكم العيد، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم وعلى المتابعة ديالكم والقصة ديال اليوم محمد بن ضرغو. محمد بن ضرغو اللي عارف أغانيه على التعريف عفوا وغنتكلموا اليوم على محمد بن ضرغو والقضية اللي وقعت لي اللي كان ضحية فيها وكلشي في خباره. ولكن اجي نتعرفوا على محمد وغادي نمشيو لمدينة أكادير وبالضبط للحي المحمدي. غادي يتزاد مولود جديد في عائلة بن ضرغو اللي غادي يكون هو محمد. نهار 13 نوفمبر 1992 غادي يتزاد محمد. والحالة المادية ديال العائلة ديالو كانت بسيطة الحمد لله، ما عندهمش وما خصهمش. والأم ديالو كانت ربة بيت، والأب ديال محمد كان خدام ميكانيك ديال السيارات. وداكشي اللي كيصور حنا كنعرفوا الحاله الماديه ضعيفه، وداكشي اللي كيصور كيحاول ينفقوا على الاسره ديالو وعلى الابناء ديالو في داكشي اللي خصهم في الدراسه او الملبس او كذا راكم عارفين. والابناء ديالو اللي هما ثلاثه، كاين محمد وموسى والاخت ديالو من عنقود الصغير ديال العائله اللي هي خوله. محمد دوز واحد الطفوله اللي عاديه بزاف وبسيطه، وكان محمد معروف عليه نعم التربية والأخلاق والحشمة والاحترام و... وغير ذلك كان كيتميز بالثقة والنية الصافية. وهذا الشيء اللي خلاه محبوب في المحيط ديالو. حنا كنعرف واحد الانسان اللي كيكون ثقة وصافي كيكون محبوب عند الناس، وهاد النية الصافية هي اللي خلاته يكون محبوب في المحيط ديالو وكسب صحاب اللي من جميع الفئات ومن جميع الطبقات. وواحد الملاحظة ان الصحاب اللي كيعرفوا محمد نعم الصحاب وتاع الشدة، وانتم غادي تعرفوا علاش، لان بسبب الدراري هادو وهاد الصحاب هادو هي باش تعرف القضيه وغادي دير وغتولي دير قضيه راي عام. محمد واخا ما وفقش في الدراسه وما كانش متوفق كان ذكي وبزاف، كان ذكي واحد الذكاء اللي بزاف. ومن الثانوي ما توفقش في الدراسه عفوا، انتقل نيشان للتكوين المهني ودار تخصص ديال الفندقه. وبقى من هنا لهنا وكيكافح محمد ويقلب على خدمه ويحاول وما كيملش، انسان ما كيأسش. وفعلا هذا الشيء اللي غادي يكون وغيسهل عليه ربي في خدمه، والحمد لله غيخدم عند شي واحد من العائله ديالو اللي غيخدم معاه في السيبير. صافي تلاقاو وتفاهموا ودوزوا الكلمه، ومحمد غادي يكون اللي مكلف وحاضر السيبير وخدام فيه. هنا محمد مع هاد المده غادي يكتشف العمله الرقميه وغادي يدخل لهاد العالم هذا في 2010 بالضبط، التجاره الالكترونيه. وما كانش عنده تخصص واحد، ما دايرش تخصص واحد في التجاره الالكترونيه. اي حاجه فيها الفلوس وغتدخل ليه واحد المدخول شهري كان محمد كيبيع ويشري فيها وغادي مع الوقت. المهم شاب طموح كيكافح باش يغير الحياه ديالو حتى لهنا مزيان. ومهم ما كانش عنده القضيه ديال او يربح، ومهم خاسر ولا ربح، المهم هادي تعوض هادي. المهم كيفاش يديباني راسو، كيصرف على راسو، كيصرف على العائله ديالو حتى العام 2016 بالضبط. 2016 غيبدا محمد يتعرف مزيان ويعرف في الدومين ويقلب ويبحث وغيولي غيوصل لصفة محترف، غيولي يحترف في الدومين هذا ديالو. وفيه غادي يولي ناجح، وهذا الشيء هذا غادي يخليه يخدم قانوني ويدير سوسيتي ديالو او بمعنى شركه ديالو. وهذا الشيء اللي وصل ليه محمد غادي يخليه يولي مشهور في اكادير والنواحي ديال اكادير، وغادي يولي هو واحد الامل الوحيد لداك الدراري اللي كيديروا نفس الدومين وتا هما باغيين يبدلوا حياتهم وينجحوا حياتهم. وبالضبط وبالفعل هذا الشيء اللي غيوقع. محمد ما غاديش يتخلى عليهم، وبزاف ديال الاصدقاء يعلمهم الدومين وغيشد بيديهم حتى غادي يتعلموا وغيوليو تا هما بخير. والعناء اللي دوز محمد وداك الشقاء وداك المعاناه باش يوصل لهذا الشيء كامل اللي خلات تتيح ليه فرصه بزاف. حنا كنعرفوا الانسان اللي كيكون كيدير الكوميرس تحت ليه واحد الفرصه ديال انه يسافر يزور دول ويعرف دول عبر بقاع العالم، ودوز واحد الفتره من الرفاهيه حتى هو كما كنقولوا. ومن الجانب هادشي كامل هز المسؤوليه ديال الاسره ديالو، واخا الاخ ديالو خدام وكذا وتا هو كيصرف، ولكن محمد كيحاول يهز مسؤوليه على كتافو ويكون حيت هو راه مرضي الوالدين، حتى الاخ ديالو مرضي، هو مرضي ديال الوالدين ومع الاخوه ديالو. فهنا محمد غادي يقرر وغادي يفكر باش يكمل دينه،
وفي العام 2019 بالضبط غادي يخرج وغادي يتزوج بغزلان اللي من اصول مدينه الصويره. تزوجوا بخير وتزوجوا عن حب، تزوج زعما هكذا عن حب وكيبغيو بعضياتهم. ومن بعد قرروا انهم يسكنوا في اكادير بالحي المحمدي، وتزوجوا كما قلت لكم عن حب. وبعد 3 سنوات ربي غادي يرزقهم بواحد البنيه اللي هي الوحيده عندهم وعزيزه عليهم بزاف. وفي السنوات الاخيره محمد تخصص في واحد التجاره الالكترونيه اللي ولا في درجه محترف، وصل لواحد الليفل اللي بزاف، ولا من الناس اللي معروفين في ديك المدينه. ومن هاد التجاره هادي محمد كان مختص في بيع وشراء واحد العمله ديال اليو اس دي تي. هاد العمله ديال اليو اس دي تي عمله رقميه اللي كتمكنك بانك دير واحد النوع ديال العمليات ديال التجاره، وكيستعملوها في البورصات او في الكريبتو او في مجالات اخرى. ومن بعد واحد المره غادي محمد غادي يتلاقى بواحد الشخص. هذا الشخص هذا اللي اسمه رضا. وهنايا غادي تتبعوا معايا مزيان، وقبل ما نكملوا القصه خليو شي ابوني اللي ما مشتركش يشترك وفعل الجرس باش ديما يوصلك الجديد ديالي، وشي جيم وبارطاجي مع الناس اللي عزازين لك. وشكرا. نرجعوا للموضوع ديالنا. قلت لكم غادي يتلاقى مع واحد الشخص، والشخص هو اللي سميتو رضا. غادي يديو يجيبوا في الهضره، غيتعرفوا مع بعضياتهم مزيان. شنو كدير انت؟ فاش خدام؟ انا فاش خدام كان في التجاره الالكترونيه. قال لي رضا انا خدام في التجاره الالكترونيه، وبالحكم ديال رضا بانه كيفهم في هذا الشيء قال لي محمد اشنو فاش كنبيع قال لي بانك كتبيع لي داك الرقمه هذاك العمله عفوا الرقميه اليو اس دي تي، وانا نخلصك اكثر من داك الشيء اللي كتبيع انت في السيت، وما تبقاش تبيعهم في السيت، بيعهم ليا. محمد ما عجبو البلان، وبانه في كلا الحالتين راه ما خاسرش، هو رابح كيباع في السيت كيباع عليه هو. وان رضا والدومين وعائله ديالو ميسوره والاب ديالو برلماني غادي زعما غادي يخلصوا، ما غاديش يدير معاه شي حاجه، ولاو خدام مع بضياتهم. ولكن رضا شرط عليه واحد الشرط. قال لمحمد بانه ما يسيقش الخبر شي واحد من صحابه ولا من اي واحد بانه راه كيخدم هو وياه. حتى هنايا شنو نقول لكم الخوت، حتى لواحد النهار وصل معاه هو وياه في الكريدي كيبيع عليه، الاخر كيقول ليه بغيت، الاخر كيفيرسي ليه العملات كيحولهم ليه، حتى وصل معاه 27 مليون عفوا ديال الكريدي. كيصونو ليه والو، رضا ما كيجاوبش، التليفون طافي. محمد صافي دخلوا الشوك يقول لك ما خونا غيهزني ويطلقني، ما بغا يدير ليا رزقيك ما كذا. اتصل بواحد الصديق، وهذا الصديق هو اللي نجيب. ودابا تبعوا القصه باش تعرفوا هاد نجيب شكون هو. صافي عيط ليه، عاود ليه راه شنو وقع ليا مع فلان كذا 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 كذا، واش تمشي معايا؟ وطلب منه باش يمشي معاه للدار ديالهم. قال ليه نجيب صافي نمشي معاك. صافي مشاو عنده عادي، يلاه غيوصل للدار باش يعيط ليه، هو يعيط ليه رضا. محمد غير سمح لي اجي كذا، هاك الامانه ديالك راه شي مشاكل وكذا طراو ليا، فلوسك وسمح لي بزاف. صافي من خدا حاجتو محمد قال لك ما كنت غلط فيه وكذا، الغايب حجتو معاه، يا ربي تسمح لي. صافي شد فلوسو وبقى كيقول لك ما غلطتش، انت عارف داك تقليب الضمير. ومحمد كيحاول صافي يبقاو خدامين بيناتهم بحال شي حاجه ما طراتش. محمد كيحول ليه، الاخر كيقول ليه بغيت، الاخر كيحول ليه فلوس كذا، بقاو خدامين حتى واحد النهار عاوتاني غادي يوصل مع محمد مع رضا في 370 مليون. ولكن حتى لهنا راه مزيان خدمه بيناتهم. غادي يجي كاس العالم، من غادي يجي كاس العالم محمد غادي يبغي يمشي لكاس العالم، غادي يعيط للمر ديالو، غيتشاور معاه يقول بغيت نمشي اشنو سير نمشي شوف لي داركم في الصويره، ومن نرجع نعيط لك واجي. صافي قالت لي صافي كون هاني، تسامحوا بعضياتهم، توادعوا. مشات هي لدارهم، شدت الطريق. محمد غادي يعيط للاصدقاء ديالو. من غادي يعيط للاصدقاء ديالو عفوا الخوت، يعيط لهم باش يحسبوا لي شي فلوس عنده في شي محفظات الكترونيه ديالو خاصين به. صافي من عيطوا عليه ومن هنا يباتوا معاه يونسوه. صافي جاو عطاهم داك الخدمه اللي غيخدموه، ما يحسبوا لي داك الفلوس وما تيحسبوا. هو اتصل بالدريضه هذا باش ياخذ من عنده شي فلوس باش يتحرك بهم للقطار. اتصل برضا بالفعل، غيجاوبوا رضا، الو قال لي خويا رضا هاني مزيان، راه محتاج شي فلوس، راه غادي للقطار، شنو شويه الفلوس باش ندوز عندك؟ قال لي صافي رضا قال لي غدا دوز عندي، ولا انا راه غندوز عندك وندوز لك الامانه بالطوموبيل، خودا وسير الله يسهل عليك. صافي قطع عليه رضا، مشى محمد ينعس. الصباح فاق، ما فاق ناض، خرج تلاقى مع رضا.
ركب معاه في الطوموبيل، قال لي رضا انت شوف تحركوا، قال لي انت شوف يلا معايا لواحد المستودع، او كما كنقولوا حنايا دار واحد المستودع. قال لي تما غنعطيك الامانه ديالك. محمد قال لي على مولانا صافي نمشي، والنيه الصافيه ديما الثقه والنيه الصافيه محمد. وانا الاخوان نعرفوا ندير واحد الملاحظه، ما خصش يتعيق وخصوصا في الفلوس. قبل ما تعيا ما تعرفش من فراس بنادم، وخصوصا في الفلوس ما كيتعماو ليه العينين الا من رحم ربي، ماشي كلشي. رجعوا للموضوع ديالنا. صافي محمد من طلع في الطوموبيل زادو شويه، صيفط فوكال لصحابو اللي كانوا بايتين معاه، كل واحد السلام صباح الخير واش كاين شي فطور كما في العاده. صافي كيهضر معاهم، قال لهم انا راه غادي عند واحد السيد، غادي مع واحد السيد عفوا، راه غنمشي معاه لواحد نجيب شي امانه ديالي وغادي نرجع لعندكم. صافي صيفطهم الفوكال، هبط محمد في داك المستودع، ما هبط بغا يدور تجي ضربه للراس، كيشدو بقنبه رضا وكيخنقو مزيان حتى كتزعق روحو. الله يرحمه مسكين. واش نقول لكم، هاد القصه كتألم بزاف، كضر في القلب والله، كنعاودو ربي اللي عالم. صافي شدو خنقو مزيان، دارو في الكفر ديالو، بقى كيدور بالجوتشا شي يومين هو كيدور بها. الاصدقاء ديالو كيتصلوا ناجي بلي كان غيمشي معاه، حيت هاد ناجي بلي قلت لكم في الاول اللي مشى معاه في الاول عند رضا هو اللي غيمشي معاه الخطر، كيصوني عليه حتى هو والو ما كيجاوبوش، مرتو كتصوني والو بحال اللي محمد غبر ليه الاثار ما كاينش. فمن هنا بغاو يتجهوا للبوليس، ما يمكنش تديكلاري بشي واحد لانه فايت 18 عام وشدد اصلا 48 ساعه، يمكن لك تديكلاري بالاختطاف او باختفاء او بشي حاجه كتعلق هكا. صافي مع 11 الليل صحابو كيعيطوا لنجيب، قالوا نجيب واش معاكش محمد؟ قال لهم هنا فين غيصدمهم في الجواب ديالو، يقول لهم راه من الصباح وانا كنعيط ليه هو ما كيجاوبش. انا صافي غادي شنقول لكم، غادي يتخلعوا صافي، شو ما عرفوش واش كدا ولكن هنا واحد الهضره غيقولها نجيب هي اللي غتخليهم يفيقوا. واش غيقول لهم ياك ما مشى عند رضا سمعتو غيمشي يجيب شي فلوس، ويقول لهم هذاك رضا كيتسالو شي فلوس. هنايا صافي غينوضوا غيتبلبلوا الدراري، ما غيفهموا والو، ما يفهموش شي حاجه. صافي نجيب ناض، الدراري ناضو كيصوني ما كيجاوبش، كيعاودوا يصونيو عاوتاني ما كيجاوبش، عاود لهم الفيلم بالزربه، تعاودوا بيناتهم كذا 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 شنو كاين قال لهم راه يكون غنمشي عند رضا اشنو. هنايا ما عارفينش الجوج، وبعد واحد اليومين من غيمشيو ديكلارون، بعد يومين بعد الاختفاء ديال محمد صافي ما خشاو واحد السارح كما كنقولوا طالب معاشو او كيميخلو او كيجمعوا شي حاجه بحال هكا، غيضرب على واحد الجوجه محروقه واحد البلاصه اللي بعيده، غيعيط لشي وحدين كانوا تما كدا اجيو تشوفوا اجيو ما تشوفوا جوجه كدا كدا كدا، غيعيطوا المقدم غادي يعيط على السلطه غيخبرهم، غادي تطوق هذيك المنطقه كنقول لك كاملين. وصافي من شافوه صافي سمعوا الخبار، العائله ديالو دارت الهضره تمايا فلان شي واحد لقاو محروق شي واحد كذا، تجهوا عند البوليس. مشاو عند البوليس كيخبروهم بان راه شنو البوليس كيطلبوا بانهم خصهم يتحققوا من الهويه ديالو وتيشرحوا جوجته، ومازال ما خرجش التقرير الطبي باش ملي يتحققوا من الهويه ديالو. كنعرفوا حنا القانون والاجراءات. بعد يومين من داك الاختفاء عاوتاني، قول دازت 4 ايام، صحاب محمد غادي واحد فيهم غادي كيقلب في بيسي كدا، غيضرب على واحد المحفظه ديال محمد بانها محلوله. هنا اذا التليفون باقي عند شي واحد صافي، وبقى كيضرب بان الكونطات ديالو المحفظات كاملين ديالو كيتحولوا فلوس من بلاصه لبلاصه، من جهه لجهه، من كذا كذا. صافي اش غادي نقول لكم، بقى تيقلب كيبحث. صافي هنايا تيعيط للدراري صحابو تيعلمهم بشنو كاين، شنو بان المحفظه والكونط وبقى بوحدو مع راسو كيقول هاد الصادق هذا ياك ما محمد مخطوف، ياك ما محمد عايش، ياك ما كذا. صافي من هنايا عاوتاني كيمشيو كيشدو. اش غادي نقول لكم،
هنايا من دار الضجة والأصدقاء ديالو سمعوا داك الفوكال ديال محمد ومع من كان غادي وتعرفت القضية، غادي إيقاع القبض على رضا، غادي يشدوه. من غادي يشدوه غادي معاه تحقيق، غادي يعترف ليهم بأنه راه ضربوا بشي حاجة للراس وخنقوا بواحد الحبل حتى زهقت روحو. صافي غادي يعترف، غيدوزو للمحكمة، غيحكم عليه القاضي بأنه تهمة القتل العمد قبل الإصرار والترصد، وبأنه تشويه جثته وقيام بأعمال وحشية. وهنايا واخا هكاك العائلة الأسرة ديال محمد ما بقاو شاكين بأن ما يقدرش هذاك الرضا يقتل محمد، لأن البنية الجسمانية ديال محمد قوم ديال الرضا. إلا بقاو شاكين بأن أشخاص آخرين كاينين في هذه القضية هذه. وش نقول لكم، هنايا كتسير القصة ديالنا الخوت، وباقي القصة لدابا ما كايناش شي حاجة. وش نقول لكم، الملاحظة اللي غنقول لكم والنصيحة اللي نقول لكم، ردوا البال خوتي، ردوا البال بزاف بزاف، وبلا ما يحضر راسو ويعرف شنو كيدير ويرد البال بنادم وما يتيقش بزاف. العبرة من هاد القصة كاملة هي الثقة. محمد مسكين راه ضاعوا فيه عائلته، ضاعت فيه مرته وبنيته، مشى مسكين لدار الحق. وولد البرلماني رضا راه هو جا هو دمر عائلته ومشى للحبس وهادشي. وش نقول لكم، حتى واحد فيهم ما رابح وبجوجهم خاسرين وبلا ما يحضر راسو. هادشي اللي نقول لكم، ما تثيقوش. وشكرا بزاف، وعواشركم مبروكه وعيد مبارك سعيد. وما تنساوش اللي ما مشتركش يشترك اخوتي، واللي ما مفعلش الجرس فعلوا، شي ديما يوصلك الجديد ديالي. وشكرا لكم بزاف.